السلام عليكم. الزمالك فيه صم قاتل. فاكرين طبعا الفيلم ده بتاع الراحل عماد حمدي، الدواء فيه صم قاتل. حكاية بقى ايه؟ ان كل واحد في السوشيال ميديا، كل واحد طالع على قنوات الفضائية او قنوات اليوتيوب او اي حد من المشاهير، يعني الناس المشاهير، طالع يقول ايه؟ هو ده الزمالك، هو ده الزمالك اللي ما بيعرفش ياخد بطولة الا لما بيتغلب وبيعكن على جمهوره. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل الاعلامي اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي هو ده الزمالك؟ هو ده الزمالك اللي يشرفك، هو ده الزمالك اللي يخليك انت قاعد وفي نادي من بلدك مشرف موجود في افريقيا. ايه اللي هو ده الزمالك؟ ايه اللي حصل؟ الزمالك بيلعب ماتش بره، اتغلب 1-0، ولسه في ماتش تاني. ايه الدنيا ما قامتش، بس هو كله اصطياد في الماء العكر. ليه بقى؟ لان في نادي تاني صارف حوالي 2 مليار جنيه وترتيبه الثالث، فيطلع الاعلامي عشان يبين ان هو يعني ايه، يعني الزمالك عمل حاجة وحشة، هو ده الزمالك وهو ده اللي كذا. وللأسف في اكتر من متزملك انا شفتهم كانوا بيلعبوا في الزمالك وقالوا الكلمتين دول، بس انا رديت عليهم يعني، فرديت عليهم في قنواتهم. فطالع برضو يقول لك هو ده الزمالك وهو ده كده. ايه اللي هو ده الزمالك؟ انت تعرف اصلا تبقى زي الزمالك؟ الزمالك دلوقتي هو اول الدوري، ناقص له 90 دقيقة وياخد الدوري. الزمالك يلعب ماتش الكونفدرالية التاني ان شاء الله يكسب اتحاد العاصمة يبقى بطل افريقيا. عايز ايه من الزمالك انت وهو؟ عايز ايه؟ عشان كده بقول لكم الزمالك فيه سم قاتل، كل واحد عاوز يطلع اي عيب في الزمالك، لكن الزمالك الحمد لله ما فيهوش عيوب. الزمالك هو افضل نادي واحسن نادي واعظم نادي واكبر قلعة رياضية في مصر، والنادي الوحيد اللي مشرف بلدك، النادي الوحيد اللي كمل في افريقيا بعد خروج المجتهد المصري والقطب الثاني بيراميدز والاهلي اللي خرج بثلاثات، مغلوب بره وجوه. فالزمالك هو اللي شرفك. فما تيجي تتكلم على الزمالك تتكلم بأدب وتعمل تعظيم سلام.